وسووا العشاء ويطبخون في العشاء على النار ذبيحتين ضبع، والحريم في قسم الحريم والرجال في قسم الرجال، ومتجمعين وفي بيوت شعر مبسوطين ياكلون اللحم. يقول لك سبحان الله من كثر اللحم ان بعض الناس يشرق على بيته، على البيت، على الخيام، يشرق اللحم عشان ما يتعفن. المهم جالسين عند ابو سعد الشاي، ابو سعد عند القدور يطبخ في الضبع ومبسوطين، وجالسين الحريم في قسمهم والرجال في قسمهم والعشاء يطبخوا مبسوطين. سعد هذا عنده عيال، عنده واحد اسمه ذياب عمره 3 سنوات، وعنده واحد اسمه سعد عمره 8 اشهر، وعنده بنت. هذه عيال سعد. وسعد حول القدر يطبخ. جاء ذياب الولد هذا ب3 سنوات وياخذ له عصا يلعب، ويجي على الجالسين اللي جالسين في بيت الشعر، ويمسك العصا على انها بندق، يشوف ابوه قناص، ويجي عند الحاضرين طخ 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 طخ. سبحان الله، واحد من هالحاسدين اللي حاسدين سعد طلعت منه كلمه ورافقها شيطان، قال ابوك ما خلى صيد وانت بتغلق على الصيد لكبرت. كلمه اعوذ بالله طلعت من قلب حاسد. ما هي الا دقائق وابوهم يطبخ، سعد يطبخ في الضبع ويقلب فيها، الا والورع يصيح ذياب صيح يصيح.